السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. شباب تالت سنة زي ما اتفقنا مع بعض، بعد فيديو الشرح هيكون في فيديو لحل الأسئلة دي اللي هي الأسئلة بتاعة المعاصر بتاعة ليسون 1. تمام؟ تعال نحل مع بعض الأسئلة، بس أتمنى بعد لما نخلص فيديو الأسئلة تعمل أكاونت على الويب سايت زي ما اتفقنا وتعمل أو تحل فيه الكويز. طيب، وحاجة كمان، يا ريت برضو صحابك اللي بيقابلهم مشاكل او اي حاجة قول لهم ان في الفيديوهات موجودة والكلام ده كله، يعني ساعد الناس، ما تاخدش الحاجة ليك لوحدك يعني. فعرف الناس ان احنا بنساعدهم والوقت اللي باقي مش كتير، فحاولوا كلكم تركزوا الفترة دي وتمشوا على الكونسبت او تمشوا على الخطة اللي احنا اتفقنا عليها مع بعض عشان نلم مع بعض اهم شابتر موجود عندنا اللي هو شابتر 5. تعالوا مع بعض كده نبدأ ونشوف اول سؤال بيقول لي ايه. بيقول لي which of the following compounds or ions. خلي بالك ان هو بيقول compounds or ايه or ions، يعني مش فارق معايا تختار دي يا دي. resulting in the breakthrough in the chemistry. breakthrough معناها اختراق او انجاز، يعني مين اللي ساعد في وصول ان الكيمستري تعمل انجاز. من الاخر كده، ايه الانجاز اللي حصل في تاريخ الكيمستري وايه الحاجة اللي خلتنا ندرس اورجانيك؟ كان عالم اسمه بريزيليوس. لا 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 يا مستر، مش بريزيليوس، ده كان اسمه فولر. فولر هو اللي عمل البريك ثرو، هو اللي عمل الاختراق بان هو حضر كومباوند مشهور جدا اللي هو كان اسمه اليوريا. طب ما حد يفكرني كده ويقول لي اليوريا بيتكتب ازاي؟ مستر اليوريا بيتكتب سي دبل بوند او، ايوه ان اتش 2 ان اتش 2 اهو. يبقى ادي اليوريا. جميل، يبقى ده الكومباوند اللي ساعد ان احنا نعمل بريك ثرو في الكيمستري. طب تعالى نبص مع بعض على اول كومباوند عندي. موجود هنا NH4 بلس C دبل بوند O C دبل بوند O. هل ده هو اليوريا؟ انا مش عارف، فهركن الكومباوند ده انا مش عارفه. جيت بصيت هنا على الكومباوند اللي موجود CH3 CH2 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 CH3. هل ده هو اليوريا؟ لا يا مستر، ده مش اليوريا. طب بعد كده عندي 3 دبل بوند C دبل بوند ولا تريبل 3 تريبل C تريبل C، فده برضه يا مستر مش اليوريا. طب انا هنا عندي يا مستر سي دبل بوند او وسي او وسي او. تمام، النقط دي هنبقى نعرفها قدام شويه، فبرضو ده مش اليوريا. طب هل ده ممكن يكون اليوريا؟ قال لي يا مستر انا شايف ان اتش 4 بوزيتيف وسي دبل بوند ان دبل بوند او. ايه ده؟ قال لي طب ما تيجي نجمعها كده، مش ان اتش 4 بوزيتيف دي اللي هي ان اتش 4 البوزيتيف، ودي مش سي ان او، مش ده الكومباوند اللي اسمه امونيوم سيانيد؟ مش ده الكومباوند اللي انا وانت سخناه وقام جاي مديني اليوريا؟ يا مستر ان اتش 4 بوزيتيف وسي ان او نيجاتيف. سي ان او نيجاتيف دي لو تفتكر كان اسمها سيانيت، يبقى الراجل ده كان اسمه امونيوم سيانيت. الراجل ده لما انا وانت سخناه اداني اليوريا، يبقى هو ده الكومباوند اللي وصلنا لليوريا، هو ده اللي خلانا نعمل عملية الاختراق او نوصل لحاجة حلوة في الكيمستري. يبقى الاجابة هنا تكون A. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي هنا What is the chemical formula of cyanate ion؟ اعتقد لسه انا وانت كاتبينها حالا، كانت CnO. يبقى دي هي السيانيت، والسيانيت اللي التشارج بتاعتها 1 نيجاتيف، اللي هي برضو الاجابة A. يبقى الاجابة هنا برضو يا مستر هتكون A. السؤال اللي بعد كده بيقول لي all the following about the first organic compound to be prepared in laboratory are correct except. مين الفيرست اورجانيك كومباوند اللي حضرناه في اللابوراتوري؟ كان لو تفتكر اليوريا. اليوريا يا مستر اللي احنا لسه كاتبينه من شويه سي دبل بوند او ان اتش 2 ان اتش 2. خلي بالك من الاسئله دي ان هو بيقول لي كل اللي جاي صح اكسبت ذات، ما عدا ايه؟ يبقى انا عايز الاجابه الخطا، انا بدور على الحاجه اللي مش بتاعه اليوريا. تعال نشوف اول حاجه. يوريا is used as fertilizers. دي معلومة سابقة من تانية ثانوي. لو تفتكر لما كنا بناخد شابتر 4 السنة اللي فاتت في الترم التاني كنا بنقول ان اليوريا بنستعملها as fertilizer. تمام، يبقى اليوريا مستر كانت بتستعمل في الفلترايزيشن او كفلترايزر اللي هو السماد، فالاجابة دي صح. can be prepared from inorganic compounds. هل اقدر احضر اليوريا من inorganic compounds؟ طبعا يا مستر، اصلا اليوريا متحضره من inorganic. حد فاكر ويفكرني كده معاه مين هم؟ يا مستر فاكرين السيلفر، ايوه سيانيت AgCnO. لما رحنا عملنا له رياكشن مع الامونيوم كلورايد والقريبين مع بعض زائد شفور سي ان اللي هو الامونيوم سيانيت، وخدنا الامونيوم سيانيت ده يا مستر ورحنا عملنا له هيتنج ادانا اليوريا، فبالتالي ينفع احضرها من inorganic compound. It's formed naturally in cat body. هي بتتكون في الكات's body
هل الكلام ده حقيقي؟ قال لي يا مستر اليوريا دي موجودة في اليورين، واليورين ده موجود في جسمي وجسمك وجسم الكاتس وكل الليفينج اورجانيزمز، فده برضو كلام حقيقي. is insoluble in water، هي ما بتدوبش في المية. يا مستر مش انت قلت لي ان كل الاورجانيك كومباوندز ما بتدوبش في المية، واليوريا يا مستر اورجانيك كومباوند، فهي المفروض ما تدوبش في المية. صح، بس انا لو تفتكر قلت لك كل الاورجانيك ما بيدوبوش في المية ما عدا اللي عندهم OH وما عدا اللي عندهم NH، دول soluble in water، بيدوبوا في الميه بسبب ان هم بيكونوا حاجه شرحتها لك في الحصه اللي فاتت كان اسمها هيدروجين بوند. فبالتالي ايه ده؟ اليوريا فيها N و H، اليوريا فيها N و H، فبالتالي يا مستر اليوريا المفروض تكون soluble in water، اليوريا تدوب في الميه، يبقى المفروض اليوريا يا مستر تدوب في الميه. يبقى الاجابه بتاعتي الاخيره اللي موجوده هنا دي، لا دي اجابه خاطئه، هو اليوريا مش insoluble، لا اليوريا soluble in water. فبالتالي يا مستر انا وانت بندور على الحاجه الغلط، فالحاجه الغلط هي الاجابه الاخيره اللي هي دي. سؤال بقى كده يا شباب بيقول لي What was the first organic compound that was sanitized from inorganic compound؟ مين أول أورجانيك حضرناه؟ يا مستر أول أورجانيك حضرناه كان اليوريا. طيب تعال نشوف. بيقول لي أول أورجانيك كومباوند يوريا، صح. and its molar mass 60 جرام per mole. تعال نحسب. مستر اليوريا بتتكتب ازاي؟ C double bond O NH2 NH2. تعال نجمع عشان نحسب. كام C؟ واحدة. كام H؟ 2 و2 يبقى 4. كام N؟ 2 يبقى N2. كام O؟ واحدة. يلا يا مستر السي ب 12 زائد الاتش ب 1 بس هم 4 زائد الان 14 بس هم 2 زائد الاو ب 16. لما اجي انا وانت نحسب الكلام ده ادي كده 18 ادي كده 16 قصدي 16 و 16 32 طلعت معايا 60. لما نحسب تبقى بكام؟ 60. الراجل بيقول لي and its molar mass 60، صح، يبقى الاجابه الاولانيه هي الاجابه الصح. طب بص بعد كده بيقول لك اول اورجانيك كومباوند اسيتيك اسيد، غلط. اول اورجانيك كومباوند ايثانول، غلط. اول اورجانيك كومباوند يوريا، صح. and its empirical formula NH2CO. empirical formula دي معناها انا مش كتبت هنا التجميعه بتاعت الراجل ده اللي هي اسمها molecular formula. الامبيريكال فورمولا معناها ان انت تعمل ديفايدد لاصغر رقم عندك، مين؟ اللي هو ال1. مش انا عندي اصغر رقم هنا 1 و4 و2 و1، يبقى اصغر رقم كام؟ 1. فلما اعمل ديفايدد ل1 الارقام دي كلها، هل الارقام دي هتتغير؟ مش هتتغير. يبقى معنى كده ان المولكيولار فورمولا هي وهي الامبيريكال فورمولا. الامبيريكال دي كنا بناخدها في اولى ثانوي بس هي مش عندنا السنه دي. يعني الامبيريكال فورمولا غلط، هي المفروض بتتكون من 2 اتش و4 2 ان و4 اتش وواحده سي وواحده او، يبقى الكلام ده غلط. يبقى الاجابه الوحيده اللي صح هي الاجابه الاولانيه. السؤال اللي بعد كده يا شباب بنقول فيه which of the following compound is heterocyclic؟ يعني ايه cyclic؟ يعني يا مستر حاجه مقفوله، وهيترو معناها ان كل الكورنرز فيها سي ما عدا كورنر او اكتر فيهم حاجه غير السي، ان بقى او سي ال اي حاجه، بس المهم ان يبقى كل الكورنرز فيهم سي ما عدا كورنر مثلا يبقى فيه اي حاجه تانية. فتعال نشوف اول واحد. هنا الراجل المحترم ده فعلا انا عندي سي وعندي سي بس عندي هنا او، فبدات افكر ان هو هيترو، موافق على الكلام ان هو هيترو. بس هل ده سايكليك؟ يعني ايه سايكليك؟ يعني مقفول على بعضه. لا يا مستر ده مش مقفول، الراجل ده مفتوح من هنا، الاتنين دول مش كونكتد ببعض. مقفول يبقى انا راسم حاجه مقفوله ببعض ايا ما يكون شكلها عامل ازاي، بس المهم ان اول نقطه واخر نقطه يتقابلوا. دي عشان اقول كلمه سايكليك ايا ما يكون شكل الحاجه، سواء بقى ريجولار او irregular، يعني شكل منتظم او غير منتظم مش قصتي، بس المهم ان هو يكون مقفول عشان اقول سايكليك. فالراجل ده مفتوح، فالراجل ده في حاجه غير السي بس هو مش سايكليك اصلا، فالاجابه دي استبعدتها. تعال نبص هنا. هنا انا مستر لو مشيت مع كده مع الراجل ده اهو 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 كده، اول نقطه واخر نقطه مقفولين، يبقى الراجل ده ينفع اقول عليه سايكليك. تعال ندور على تاني نقطه اللي هي كلمه هيترو. هل هنا في حاجة عندي غير السي؟ عندي هنا سي وعندي هنا سي، طب هنا عندي ايه؟ او، يبقى الراجل ده في حاجة غير السي، يبقى الراجل ده يعتبر هيترو، يبقى الإجابة بي إجابة صح. طب تعالى نبص هنا، تعالى نشوف كده نمشي مع بعض مع الخط اهو 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 اهو، يبقى قفلت يبقى الراجل ده سايكليك. طب الكورنرز بتاعتي يا مستر كل الكورنرز فيها سي، يبقى الراجل ده مش هيترو، يبقى الراجل ده هومو، يبقى الراجل ده مش هينفع. طب تعالى هنا، نزلت اهو اهو اهو، هل الكورنرز قفلت مع بعض؟ لا يا مستر ما قفلتش، يبقى الراجل ده ما ينفعش اقول عليه سايكليك، فانا مش هبص عليه. يبقى الاجابات كلها غلط ما عدا الاجابه مين؟ الاجابه بي، يبقى الاجابه الصح هي الاجابه بي. السؤال اللي بعد كده يا شباب نمبر 6، بيقول لي هنا في نمبر 6
classification of the following compounds are correct. Which of the classification، في كلمة which هنا بس مستخبية. Which of the following classification of the compounds are correct. لما اجي ابص على او correct لما اجي ابص على لا هو اكيد بيقول لي except. يعني السؤال هنا بيقول لي classification of the following compound are correct except مين فيهم اللي غلط. تمام. فتعالى نبدأ بالإجابة B. لما ابص على الإجابة B فأنا عندي الراجل ده ادي كربون، تمام، وادي كربون وادي كربون وادي كربون، تمام، دول كلهم كربون. ده يعتبر بالنسبة لنا ستريت شين. يعني ايه ستريت شين؟ يعني خط، مش لازم يكون خط مستقيم، يعني المهم ان هو خط، تمام، مش حاجة مقفولة. المقفول ده بيبقى اسمه سايكليك، المفتوح بيبقى اسمه اوبن تشين، تمام. فده اوبن تشين، تمام. بس هنا في برانش وهنا في برانش، تمام، زي ما انا كنت رسمت لك قبل كده. البرانش بيبقى بالمنظر ده، يبقى ده بنقول عليه برانشد شين. طب تعالى بص هنا، الراجل ده دايره اهو، الراجل ده مقفول اهو، تمام، وكل الكورنرز فيها سي، وكل البونز اللي موجوده سنجل، فالراجل ده ينفع نقول عليه ساتوريتد ونقول عليه سايكليك. طب تعالى نبص هنا، لو جيت انا وانت نمشي من السيهات اهو 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 اهو، الراجل ده يا مستر ينفع اقول عليه ان هو تشين. يعني ايه تشين؟ يعني اوبن تشين. طيب الراجل ده فيه برانشات، البرانشات دي بتكون سي. هل الراجل ده متوصل بسي؟ لا. طب ده متوصل بسي؟ لا. طب ده متوصل بسي برضو؟ لا. طب وده؟ لا. وده؟ لا. يبقى الراجل ده كونتينيوس شين وما فيهوش برانش. تعال نبص على الاولاني. الاولاني كل حاجه مش مكتوبه، يعني كل كورنر مش مكتوب، ده سي، فده سي، فده سي، فده سي، فده سي، فكل الكورنرز فيها سي ما عدا كورنر فيه ان. يبقى الراجل ده المفروض يكون هيترو سايكليك. يبقى الراجل ده ايه؟ هيترو سايكليك. هو كاتب لي ايه؟ هومو سايكليك. يبقى لا يا مستر، الاجابه هنا تكون غلط. يبقى كلهم صح ما عدا الاجابه الاولانيه. يبقى الاجابه الاولانيه هي الاجابه اللي غلط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي beeswaxes and acetone are differentiated from each other by. ازاي فرق ما بين البي واكسز والاسيتون؟ البي واكسز ده شباب هو بيكون حاجه سوليد، تمام، حاجه شبه الشمع كده بالظبط، تمام. الاسيتون ده الاسيتون اللي احنا بنستعمله عشان نشيل بيه المانيكير من على الضوافر، فده بيكون ليكويد. both of them سواء البي واكس او الاسيتون، الاثنين دول يا معلم يعتبروا اورجانيك كومباوند. يبقى الاثنين هم اورجانيك. حلو. تعال نبص، هفرقهم بالالكتريك كوندكتيفيتي. قال لي يا مستر مش الاثنين اورجانيك؟ يبقى الاثنين ما بيوصلوش كهرباء. The product of combustion مش الاثنين اورجانيك؟ يبقى الاثنين بيولعوا وبيطلعوا CO2 و H2O، يبقى ده مش تفرقه. The solubility in benzene مش الاثنين اورجانيك؟ الاثنين اورجانيك، يبقى الاثنين بيدوبوا في البنزين، فدي مش تفرقه. لكن الحاجه الوحيده اللي فرق ما بينهم هي الفيزيكال ستيت، ان والله البي واكس السوليد انما الاسيتون يعتبر ليكويد. يبقى الحاجه اللي تفرق ما بين الاسيتون والبي واكسز ان ده سوليد وان ده ايه؟ ليكويد. لسه هناخدهم طبعا بالتفصيل قدام الاسيتون والراجل ده، بس المهم ان ده اورجانيك وده اورجانيك. فطالما الاثنين اورجانيك يا مستر يبقى خلاص، والله الاثنين ما بيوصلوش كهرباء، الاثنين لو ولعوا هيطلعوا CO2 H2O، الاثنين بيدوبوا في البنزين. All the following are properties of organic compound except they are weakly ionized. يعتبر most of them don't react except with heating. برضو دي تعتبر من ضمن البروبرتيز بتاعتهم، بما ان البونز اللي موجوده كوفيلنت، والكوفيلنت بوند بيكون صعب كسرها، فبتحتاج هيت عشان ابدا الرياكشن، عشان ابدا اكسر البونز بنحتاج نمتص هيت عشان نكسر البونز. all of them can undergo polymerization. النقطة دي انت ما تعرفهاش، او السؤال ده انت لسه ما درستش قدام عشان تعرف اجابته الصراحة. يعني البوليمرايزيشن ما بيتمش لكل الاورجانيك كومباوندز، هو بيتم لسام فاميليز، شوية عائلات من اللي موجودة في الاورجانيك بيحصل لهم بوليمرايزيشن. عشان البوليمرايزيشن هو نوعين، عندي بوليمرايزيشن بنقول عليه باي اديشن وبوليمرايزيشن باي كوندنسيشن. فالبوليمرايزيشن باي اديشن ده العائلات، والبوليمرايزيشن باي كوندنسيشن ده العائلات. وفي عائلات لا ينفع اعمل لهم حاجه اسمها اديشن، وعائلات لا ينفع اعمل لهم حاجه اسمها كوندنسيشن. فالبوليمرايزيشن مش لكل الاورجانيك، تمام. يبقى مش كل الاورجانيك بيعملوا بوليمرايزيشن. all of them include covalent bond. طبعا هو اصلا الاورجانيك عباره عن covalent bond، يبقى كلهم covalent موافق، كلهم weakly ionized موافق. يمكن الاجابه بي وسي هم دول اللي انت ما تعرفهمش، ان اغلبهم ما ينفعش يعملوا رياكشن غير بهيتنج، بسبب ان الكوفيلنت بوند صعبه شويه، وما تعرفش حته ان البوليمرايزيشن ناس وناس لا، تمام.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي all the following are true for each of ethylene and pure water. ethylene ده الراجل ده اللي هو الإيثين. pure water دي اللي هي H2O. طب مستر ده اورجانيك انما ده ان اورجانيك. هو بيقول لي هما الاتنين دول كل الكلام اللي جاي ده صح تمام بالنسبه للراجل ده وبالنسبه للراجل ده ما عدا مين. انا بدور على الحاجه الغلط. are completely ionized. معلش الاورجانيك كومباوندز يا مستر مش completely ionized زائد ان الووتر برضو incompletely ionized عشان هي ويك. فبالتالي يا مستر الاجابه دي لا تمشي لده ولا تمشي لده. طب اللي بعده don't have isomers. الاتنين ما عندهمش isomers. قال لي والله يا مستر فكرة الايزومريزم انا لسه ما خدتهاش هاخدها الليسون اللي جاي. بس هو فعلا لا ده ولا ده يعتبر الاتنين عندهم isomers فده تشابه. are covalent compound. الاتنين دول يعتبروا covalent compounds. قال لي يا مستر الاتنين دول يعتبروا covalent compounds. don't react with alkanes. الناس دي don't react مع الالكينز. يا مستر الالكينز ما بتتفاعلش معاهم تمام. يبقى الوحيدة اللي غلط الوحيدة اللي مش صح بالنسبة للاتنين ان هما completely ionized. يبقى هما الاتنين ما عندهمش ايزومرز هما الاتنين covalent هما الاتنين ما بيتفاعلوش مع الالكين. ده كلام صحيح. والمفروض هما الاتنين incompletely ionized مش completely ionized. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the following table show some points of comparison between the compounds A and B. والله A مديني مولر ماس بتاعه B بيقول لي A covalent انما B ionic. خلاص انا اتأكدت بنسبة 90% ان B ده مستر inorganic. طب ليه؟ قال لي عشان الاورجانيك عندهم كوفيلنت. طب هل انت اتأكدت ان ايه يعتبر اورجانيك لسه؟ بيقول لي الفيزيكال ستيت هنا جاز وهنا سوليد. اوكي. سولابيليتي ان ووتر الراجل ده ما بيدوبش في الميه. بدأت اتأكد ان هو اورجانيك. طب ده بيدوب. الانفلامابيليتي ده بيقابل للاشتعال وده غير قابل للاشتعال. خلاص يا مستر الراجل اللي اسمه ايه عنده كل المميزات بتاعه الكوفيلنت او كل المميزات بتاعه الاورجانيك. يبقى يا مستر الراجل ده يعتبر اورجانيك. يبقى ايه ده يعتبر اورجانيك كومباوند انما بي ان اورجانيك كومباوند بسبب ان ده كوفيلنت وده ايوني. بسبب ان ده بيدوب او ده بيدوب في الميه وده ما بيدوبش. بسبب ان ده قابل للاشتعال وده غير قابل للاشتعال. فبيقول لي قول لي كده مين ايه ومين بي. هنا ده ايه وهنا ده بي تمام. فلما اجي ابص ايه ممكن يكون نفسلين. النفسلين ده اورجانيك او بيوتان اورجانيك. كربون دايوكسيد ده مش اورجانيك. ايثايل الكول ده اورجانيك بس عنده او اتش لو تفتكر فالراجل ده بيدوب في الميه. فغصب عني وعنك هنستبعد الاجابه دي. يبقى ده اورجانيك. انا موافق ان ده اورجانيك بس اورجانيك عنده او اتش فبيدوب في الميه وانا فوق بقول لك ان ايه ما بيدوبش. يبقى ايه ما ينفعش يكون ايثايل الكول وايه ما ينفعش يكون كربون دايوكسيد عشان الكربون دايوكسيد ده اصلا مش اورجانيك. غير ان الكربون دايوكسيد بيدوب في الميه عادي يعني. اللي فيها لو ما علينا. البيوتان قال لي والله يا مستر البيوتان اورجانيك وده اورجانيك. طب تعالى على بي صوديوم كلورايد ده ان اورجانيك صح. صوديوم كلورايد ده ان اورجانيك صح. طب يا مستر هختار الاجابه ازاي؟ قال لي والله يا مستر هختار الاجابه من الحته بتاعه المولر ماس. بمعنى ان يا مستر النفسلين لو تفتكر لما جينا خدنا الصفحه الكبيره اللي كنا عمالين ننزل فيها مع بعض دي اللي هي هيدروكربون يبقى اليفاتيك اوبن شين. لو تفتكر الصفحه دي كان فيها الرسمه بتاعه النفسلين تمام. النفسلين كان بالمنظر ده. فالراجل ده لو حضرتك فاكر كنا بنقول ان البوند سنجل اند دبل اكستشينج تمام. البيوتان دول 4 سيهات وكل سي كانت باقي لها 2 اتش وده 3 اتش وبتاع. فالبيوتان ده لما جينا نتكلم عليه قلنا ان هو سي 4 اتش 10. سي 4 اتش كام؟ اتش 10. الاسهل ليا وليك ان احنا نحسب المولر ماس بتاع البيوتان. فهنقول والله السي ب 12 تايمز 4 بلس الاتش 1 تايمز 10. فطلعت معايا هنا ان المولر ماس بتاع البيوتان 58 بالظبط. وهو بيقول لي المولر ماس بتاع الاورجانيك بكام؟ ب 58. لو جيت انا وانت نحسب ده فده عنده سي ادي الثانيه الثالثه الرابعه الخامسة الستة السبعة الثامنة التاسعة العشرة. الراجل ده بيتكون من سي 10. انا مش هتكلم معاك على كام اتش بس والله لما اقول 10 تايمز 12 دي لوحدها تطلع ب 120 من غير لسه ماس الاتشات. يعني لسه المفروض ازود ماس الاتشات اللي هم 1 2 3 4 5 6 7 8 اللي هو اتش 8. يبقى هزود 8 يبقى المفروض الراجل ده المولر ماس بتاعه 128.
فوالله يا مستر اللي الماس بتاعه 58 هو البيوتان، يبقى انا هختار البيوتان مش النفسلين، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون الاجابه بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي، انا في ال11 صح؟ في ال11. which pair represent isomers؟ والله انا عشان اجيب الايزومرز اول حاجه ببص على عدد السيهات. يعني ايه؟ ما هو الايزومرز دي فكرتها ايه؟ ان انا وانت يكون عندنا نفس المولكيولار فورمولا لكن بنترسم غير بعض، اللي هي الاستراكشرال فورمولا. فهنا انا عندي كام سي؟ انا هنا عندي 2 سي، وهنا عندي كام سي؟ سي واحده. فانا وانت كده عندنا مولكيولار فورمولا غير بعض، ملهاش لازمه خلاص. طب تعالى هنا، الراجل ده عنده كام سي؟ 2، والراجل ده عنده كام سي؟ 3. يبقى احنا عندنا عدد سيهات مختلف، يبقى انا وانت عندنا ديفرنت مولر او مولكيولار فورمولا، فاحنا عمرنا ما هنكون ايزومرز. تعالى على اللي بعده. هنا كام سي؟ هنا سي 1، وهنا كام سي؟ 2. يبقى احنا عندنا ديفرنت نمبر اوف سي. تمام؟ تعالى حل معاك الاجابه دي بما يرضي الله. يعني المفروض عشان تعرف الايزومرز بجد تعمل كده. تيجي على الراجل اللي موجود هنا، عندك كام سي؟ 2، تقوم جاي كاتب سي 2. عندك كام اتش؟ 4، يبقى اتش 4. عندك كام او؟ 2، يبقى او 2. يبقى انا رحت جبت حاجه اسمها مولكيولار فورمولا، يبقى انا لازم اجيب المولكيولار فورمولا بما يرضي الله. تعالى على الراجل اللي جنبه، عندك كام سي؟ 2. عندك كام اتش يا راجل؟ 4. عندك كام او؟ 2. يبقى الراجل ده عنده 2 سي 2 سي 4 اتش 4 اتش 2 او 2 او. يبقى الاتنين دول اتشابهوا في المولكيولار فورمولا، لكن بص مرسومين ازاي؟ مرسومين غير بعض. فطالما مرسومين غير بعض يبقى دول يتقال عليهم ايزومرز، يبقى الاتنين دول يتقال عليهم ايه؟ ايزومرز. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the following compounds are isomers except، نفس الفكر. هروح اجيب لده المولكيولار فورمولا ولده 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 ولده. تمام؟ والله لما اجي هنا الراجل ده عنده كام سي؟ 3، يبقى سي 3. عنده كام اتش يا مستر؟ ادي 6 و2 8، اتش 8. عنده كام او؟ واحدة اللي جنبه، 1 2 3، يبقى عندك كام سي؟ 3. كام اتش؟ 8. كام او؟ واحدة. تعالى على الراجل ده يا مستر، عندك كام سي؟ 3. عندك كام اتش؟ ادي يا مستر 8. عندك كام او؟ واحدة. تعالى على الراجل ده، عندك كام سي؟ 3. عندك كام اتش؟ ادي كده 3 6. عندك كام او؟ واحدة. يبقى انا وانت عندنا كلنا عندنا 3 سيهات، يبقى نروح للاتشات. ده عنده 8 وده عنده 8 وده عنده 8، لكن ده عنده 6. يبقى ده يا مستر مش شبهه. طب بعد كده ده عنده او وده عنده او وده عنده او، يبقى معنى كده يا مستر ان ده شبه ده شبه ده. هم كلهم عندهم نفس المولكيولار فورمولا، لكن بص ده مرسوم ازاي، بص ده مرسوم ازاي، بص ده مرسوم ازاي. يبقى كل واحد فيهم عنده رسمه غير التانيه. يبقى معنى كده يا مستر ان دول يعتبروا A و B و D ايزومرز، لكن C مش ايزومر. ليه؟ عشان الراجل ده عنده عدد اتشات غيرهم. يبقى عشان نكون ايزومرز يكون عندنا نفس المولكيولار فورمولا لكن different structural formula، نترسم غير بعض. وده اتحقق في A و B و D، بس ما اتحققش في C، ما عندوش نفس المولكيولار فورمولا. السؤال اللي بعد كده نفس الفكرة. all the following are isomers having the same molecular formula except. يلا يا مستر هات المولكيولار فورمولا. كام C؟ 4. كام H يا مستر؟ ادي كده 6 6 و2 8. كام C؟ 4. كام H يا مستر؟ 6 و2 برضو 8. كام C يا مستر؟ 4. كام H يا مستر؟ 4. هنا كام C؟ 4. كام H؟ ادي كده 2 4 6 8 8. والله يا مستر عدد السيهات كله 4. طب هنا الاتشات هنا 8 هنا 8 هنا 8، لكن هنا 4. يبقى والله يا مستر A و B و C عندهم نفس المولكيولار فورمولا، لكن كل واحد فيهم مرسوم بطريقة مختلفة، فدول يعتبروا ايزومرز. انما يا مستر دي عنده مولكيولار فورمولا مختلفة. فطالما انت عندك مولكيولار فورمولا مختلفة مش فارق معايا رسمتك اصلا، ما انت لازم يكون عندك 8 اتشات عشان تقارن بيهم. يبقى ده الوحيد اللي مش شبههم، يبقى الإجابة هنا هتكون دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which of the following pair represent isomers. هنا بقى هو بيقول لي في 2 بس شبه بعض، فتعال نشوف مين الاتنين اللي شبه بعض. هنا كام C؟ 3. كام H؟ 8. هنا كام C؟ 4. كام H؟ ادي 10. كام C يا مستر؟ 4. كام H؟ قال لي والله ادي كده 3 4 5 6 7 8.
كام سي؟ 1 2 3 4. بعد البرانش، مفيش حاجه اسمها انا ما بعدش البرانش، بعد كله. فواحد 2 3 4 4 سيات. كام اتش؟ ادي كده يا مستر 3 4 5 6 7 7 و3 10. يبقى اتش 10. مين الاثنين اللي عندهم نفس المولوكيولار فورمولا؟ ده سي 3، ده سي 4 وده سي 4 وده سي 4، يبقى ده اصلا مش شبههم خالص. طب ده سي 4 اتش 10 وده سي 4 اتش 10 وده سي 4 اتش 8، فسي 4 اتش 10 اهي سي 4 اتش 10، يبقى 2 و 4 اتشابهوا في المولوكيولار فورمولا، لكن كل واحد فيهم اترسم بطريقه مختلفه، فدول يعتبروا ايزومرز. يبقى 2 و 4 يا مستر هما الايزومرز، انما 3 مش شبههم عشان عنده كام اتش؟ 8 اتشات. How many isomer have the molecular formula C5H12؟ لما نيجي ناخد الايزومرز هاجي اديك كده رول بسيطه، هقول لك 2n او 2 باور n minus 4 plus 1. ايه دي يا مستر؟ قال لي ال n دي اللي هو عدد الكربون. طب انا عدد الكربون هنا كام؟ 5. ف 5 minus 4 plus 1، فمعنى كده 5 minus 4 كام؟ 1. 2 باور 1 بكام؟ ب 2. 2 plus 1 3. ده عدد الايزومرز، يبقى عدد الايزومرز كام؟ 3. يبقى الراجل ده عنده كام ايزومرز؟ 3. طيب الرول دي بتمشي مع مين يا مستر؟ بتمشي يا مستر مع الالكين اللي عنده 5 أو 6 أو 4 سي. يبقى أنت لو عندك 4 سيهات أو 5 سيهات أو 6 سيهات استعمل الرول دي، وبشرط إن هو يكون الكين. طيب مستر السؤال المهم هنا، إزاي أقدر أجيب الأيزومرز بطريقة عادية؟ هنشرح كده كده الموضوع ده تفصيليا في الحصة اللي جاية، بس تعالى أقول لك الراجل ده كده بكل بساطة. طريقة الأيزومرز إحنا بنقول من الآخر عشان أخلي إن أنا عندي أيزومر، فبنقول خلي الطرف برانش. بمعنى ايه؟ قال لي بمعنى ان انت اول حاجه روح ارسم C5H12 ده، فلما تروح ترسم C5H12 هتقول 1 2 3 4 5. هنا باقي كام؟ 3. هنا باقي كام؟ 2. هنا باقي كام؟ 2. هنا باقي كام؟ 2. وهنا باقي كام؟ 3. فالراجل ده يعتبر اسمه بنتان عشان عنده 5 سيهات وما كل البونز سنجل. وبعدين يا مستر، وبعد كده يا سيدي اخد انا وانت الطرف واحطه في جيبي وارسم اللي متبقي. يعني انا شلت ده، فلما اجي ارسم اللي متبقي ادي السي دي اهي هنزل بيها هنا اهي، ادي السي دي اهي، وبعد كده في سي هنا ووراها سي ووراها كمان سي اهو اهو اهو، ده اللي متبقي عندي. وبعدين يا مستر قال لي وبعدين ارسم الكومباوند كامل. السي دي باقي لها بوند، تمام. خلي بالك ان انت في جيبك واحده سي اتش 3 انت شلتها من على الطرف. طب اعمل ايه؟ تاني حاجه يا مستر، بعد ما بتقول ايه الرول بتاعتك، خلي الطرف برانش، اعدي على كل اللي في النص. ايه يا مستر اعدي على كل اللي في النص دي؟ هي مش السي دي تعتبر دلوقتي على الطرف؟ والسي دي تعتبر دلوقتي على الطرف، فالاتنين سي اللي موجودين هنا دول يعتبروا موجودين فين؟ يعتبر موجودين في النص. فهعمل ايه؟ هجيب السي اتش 3 اللي معايا واحطها على السيهات اللي موجوده في النص، فاقوم جاي حاططها هنا. الراجل ده يا مستر لما اجي اسميه هسميه 2 ميثايل بيوتان. سميت ازاي مش مشكلتك، لسه هتعرف الحصه الجايه، تمام. طيب نفس الحاجه هاخد السي، انت قلت لي هتحطها على كل اللي في النص، فانا حطيتها على السي دي، المفروض لسه احطها على السي دي. فهاجي انا وانت دلوقتي نرسم نفس الكومباوند تاني، ونشيل السي اتش 3 اللي كانت معايا ارجعها جيبي تاني. انا حطيتها على السي اللي هنا، تعالى نحطها على السي اللي هنا. فهحطها على السي اللي هنا، لقيت ان هو الاسم طلع 2 ميثايل بيوتان. لو الاسم اتشابه، يعني الاسمين دول شبه بعض، يبقى معنى كده اللي انت جبته ده مش ايزومر، يعني اللي انا عملته هنا ده مش صح. طب هتعمل ايه يا مستر؟ قال لي هرجع اعمل نفس الخطوتين تاني. انت قلت لي الخطوتين بتوعنا ايه؟ خلي الطرف برانش. فهاجي انا وانت على الطرف اهو 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 اهو، وهشيله وارسم اللي متبقي. انا متبقي عندي سي اهو، والسي اللي جنبها وعليها من فوق سي اتش 3، وعندي هنا كمان سي وتلات اتشات. وفي انا وانت في جبنه، في جبنه ايه يا جدعان؟ في جبنه واحده سي اتش 3. السي اتش 3 دي انت هتحطها فين يا مستر؟ خليها في النص او عديها على كل اللي في النص.
فالسي اللي هنا دي طرف والسي اللي هنا دي طرف، يبقى السي اللي في النص هي يا مستر اللي بقول عليه، او السي اللي موجوده دي هي اللي في النص. هاجي انا وانت نحط السي اتش 3 هنا. الراجل ده لما نيجي نسميه انا وانت هنسميه 2 2 داي ميثايل بروبان. طب سميته ازاي مش قصتك. تمام. وصلت لكام سي انت دلوقتي؟ قال لي وصلت ل3 سيات. كده انت خلصت. يعني اقل حاجه هتعرف توصل لها 3 سيات، يعني لما توصل ل3 سي مش هتعرف تقلل عدد السي. عارف فكره الايزوميريزم دي معناها ايه؟ معناها بالنسبه لنا بنقول عليها ريديوس كربون ان شين. يعني ايه ريديوس كربون ان شين؟ يعني انت هنا كان عندك كام كربونايه اساسيه في التشين؟ 5. هنا انا خليتهم كام؟ 4. هنا انا خليتهم كام؟ 3. يبقى فكرة الايزوميريزم ان انا بحاول اقلل عدد الكربونز اللي في التشين الاساسية، فهم كانوا 5 خليتهم 4 خليتهم 3. يبقوا كام ايزومرز دول؟ 3 ايزومرز. يبقى انا وانت عرفنا نطلع ايه؟ 3 ايزومرز من الكومباوند. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي what is the number of isomerism which have the molecular formula C4H9Cl. طيب لو انت متابع معايا فاتفرج على سلسلة الايزومرز دي بعد لما ننزل الفيديو بتاع ليسون 2. تمام. طيب فتعالى كده نكمل مع بعض. C4H9Cl نفس الفكرة بالظبط. هاجي انا وانت نحط 4 Cl في اللونجست كاربون شين. ادي 1 2 3 4. تمام. وبعدين يا مستر قال لي وبعدين لما يجي عندنا في البرانشز هالوجين اللي هو مين؟ اللي هو الCl. بلجأ انا وانت لرول رقم 2. ايه رول رقم 2؟ الهالوجين يعدي على كل الكربون. طب هما الرولز اللي فاتت كانت ايه؟ خلي الطرف برانش ويعدي على كل اللي في النص. يبقى انا عندي تو رولز. تمام. لو انا عندي كربونز بس بستعمل دي، لو انا عندي كربون وهالوجين فبستعمل الرول دي والرول دي. طب انا مش فاهم دلوقتي. قال لي تعالى نشوف مع بعض. انا مش عندي هالوجين اللي هو Cl. اول حاجه انت قلت لي الهالوجين يعدي على كل السيات، فحضرتك بتروح تحطه على اول سي موجوده عندك اهي اللي هي من على الشمال. وكده لما اجي انا وانت نعد هنعد من هنا. بس الاول انا عندي كام سي؟ 4. 4 دي يا مستر معناها بيوتان. طيب انت حاطه في اول سي فالراجل ده هيبقى اسمه 1 كلورو بيوتان. هيبقى اسمه ايه؟ 1 كلورو بيوتان. طب وبعدين يعدي على كل السيهات. يبقى انا هرسم الاربعه دول تاني اهو. وبعدين اجي احطه على السي التاني اهو. وهاجي انا وانت نسمي، هنبدا عد من الشمال برضو فهيبقى اسمه 2 كلورو بيوتان. الاسم اتغير؟ الاسم اتغير. يبقى ده ايزومر. طب وبعدين هعديه على السي اللي هنا. فواحد 2 3 4 هجيبه واحطه على السي اللي هنا. فلما اجي انا قلت لك ان البرانشات الفاضيه دي اتشات قبل كده. لما اجي اسميه هلاقي ان اسمه برضو 2 كلورو بيوتان. طب ليه؟ قال لي عشان انا هعد اقرب للبرانش فهعد الناحيه دي من هنا اقول 1 2. فمعنى كده ان هو هياخد برضو 2. يبقى ده يا مستر كده ما يعتبرش عندي الراجل المحترم ده ايزومر فنمسحه. طب يا مستر انا كده الهالوجين عدى على كل السيهات اللي موجوده. اروح للرول اللي تحت خلي الطرف برانش. يعني تعال امسك كده الطرف اللي موجود هنا ده وخليه لي برانش. ارسم السيهات اللي متبقيه اهم. ادي سي ادي سي ادي سي. وعندي السي اللي موجوده هنا. وعندي هنا يا مستر ادي الاتشات بتاعتي. وفي سي اتش 3 في جيبي حطها في النص. فين النص؟ اهو السي اللي في النص اهي. فهاجي انا وانت نحطها هنا ادي سي اتش 3. هاجي انا وانت نسمي من اليمين او من الشمال فهي نفس الفكره. 3 سيهات يا مستر يبقى بروبان. بس هنا الاسم لما يجي هيبقى اسمه 2 كلورو 2 ميثايل بروبان. تمام. وليه قلت انا وانت الكلورو الاول؟ عشان السي في الالفابيت بتيجي قبل الام. طيب هل انا كده خلصت؟ قال لي لا، هرجع تاني على الرول اللي موجوده فوق. كل ما تقلل عدد السيهات ارجع تاني على الرول بتاعه الهالوجين. بمعنى ايه يا مستر؟ انا هنا كان عندي كام سي؟ 4. دلوقتي انا عندي كام سي؟ 3. يبقى هعيد تاني فكره السي اللي يعدي على كل السيهات. فهو هنا موجود في السي اللي في النص. هاته على السي اللي على الطرف اهو. ادي 1 2 3. السي اتش 3 هو موجود في النص ومكانه ما بيتغيرش خلاص. مين اللي بيتغير؟ الهالوجين مفيش غيره. فالهالوجين هاجي هنا واحطه. فلما اجي اسمي الراجل ده هلاقي نفسي بعد من هنا فهلاقي نفسي بقول 1 كلورو 2 ميثايل
2 ميثايل بروبان. تمام، يبقى الاقي نفسي بقول ايه 1 كلورو 2 ميثايل بروبان. يبقى ثانية يا مستر انت بتعمل ايه؟ اول حاجة لما بيكون عندي هالوجين بخليه يعدي على كل السيهات اللي موجودة، فلما عديته على كل السيهات لقيت ان هو جاب لي 2 ايزومرز. طيب خلاص كده انا خلصت؟ لا، تعمل ايه؟ تقوم جاي مخلي الطرف برانش، قمت جاي اخد الطرف خليته ايه برانش، وقمت جاي مسمي. تمام، عندي كام سي؟ 3 سيهات، يبقى انا مش هعرف اقلل عن الثلاث سيهات اللي موجودين في اللونجست كاربون شين. خلاص، طب اعمل ايه يا مستر؟ قال لي نعيد تاني فكرة الهالوجين. يعني ايه؟ يعني كل لما تقلل سي ابدأ تاني مع الهالوجين. والله انا شلت سي فبقوا كام؟ 3، يبقى هقوم جاي حاطط الهالوجين مرة هنا ومرة هنا. حطيت الهالوجين هنا بقى اسمه 1 كلورو 2 ميثايل بروبان. لو خدت الهالوجين انا وانت وحطيناه هنا هيبقى نفس الاسم برضه، هيبقى اسمه 1 كلورو 2 ميثايل بروبان. يبقى كام ايزومر؟ 1 2 3 4، يبقى طلعت من هنا 4 ايزومرز، يبقى الإجابة دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what is the number of isomers which have the molecular formula C2H3Cl2Br. نفس الفكرة، كام سي؟ 2، ادي 2 سي. كام اتش؟ 3 اتشات، ادي 1 2 3. لما يجي لك اكتر من هالوجين حط كل الهالوجينز اللي عندك حاول تجمعهم على سي واحده. فانا هقوم جاي حطيت الاتشات كلهم على السي دي، وهحط كل الهالوجينز على السي دي، ادي سي ال وبي ار وسي ال. الراجل ده لما نيجي نسميه فهيبقى اسمه 1 برومو 2 1 داي كلورو ايثان. طب وبعدين خلي الهالوجينز يتمشوا، ثبت 2 ومشي 1. يعني انا هثبت ده وهثبت ده، همشي السي ال اللي فوق فهاجي ارسم، فانا هنا مشيت السي ال فجبت مكانها اتش، ووديت الاتش الناحيه التانيه فحطيت السي ال الناحيه دي، وهنا البي ار والسي ال زي ما هم. لما اجي اسمي الراجل المحترم اللي موجود هنا هتلاقيني بقول 1 برومو. هنبدا عد طبعا من هنا، مش زحمه، من عدد السي ال او البرانشات الاكتر، او اعمل ادنج. هنا هتقول 1 و2 يبقى 1 بلس 1 بلس 2 فتطلع معايا مستر 4. طب عد من هنا 1 و2 فيبقى 1 بلس 2 بلس 2 طلعت معايا 5. لا يبقى يا مستر ال4 تكسب، يبقى هعد من هنا فيبقى 1 برومو 1 2 داي كلورو ايثان. طيب وبعدين قال لي رجع بص على الشيب الرقم 1. انت مشيت مين؟ انا وديت السي ال هنا صح، وكنت مثبت الاتنين دول. دلوقتي جه الدور على البي ار ان هي تروح هنا والاتنين دول يفضلوا ثابتين، يبقى هعمل كده اهو، السي ال دي ثابته والسي ال دي ثابته، وخدت البي ار وديتها مكان الاتش اللي هنا. لما اجي اعد هعد برضو من هنا، فهيبقى الراجل اللي عندي هيبقى اسمه 2 برومو 1 داي كلورو ايثان. مستر مفيش طريقة تانية؟ لا. يعني ايه؟ يعني الايزومرز عشان تعرف حلها ازاي لازم حضرتك تحل كتير. يعني ايه؟ يعني ما عنديش حل غير اللي انا بقوله لك، لازم تحل كتير في الايزومرز عشان تعرف. تمام، لما نوصل للمراجعة هنديك كام تريكايه كده في موضوع برضو باذن الله الايزومرز هيفرقوا معاك في الحوار ده. كام ايزومر؟ 3. واحد قال لي يا طيب يا مستر انا كده حركت السي ال وحركت البي ار، تعال نحرك السي ال اللي تحت. قلت له ما هو السي ال اللي تحت هي السي ال اللي فوق، دي سي ال ودي سي ال، فمش تفرق معايا في حاجه. يبقى معنى كده ان اقصى حاجه وصلت لها كانوا 3. Which of these substances can be used to detect carbon in organic compound؟ مين اللي استعملته في العمليه بتاعه الديتكشن بتاع الكربون في الاورجانيك كومباوندز؟ كان الكبر اوكسايد، ما استعملتش ال Al2O3 على ما اعتقد. يبقى معنى كده ان هنا يبقى صح وهنا يبقى غلط، يبقى الاجابه تكون B. Excess hydrogen gas passed in 2 gram of red hot copper oxide. ليه ريد هوت؟ بنسخنه جامد لحد ما لونه بيحمر. تمام، الحاجه لما بتسخن قوي بتحمر. واحد قال لي ما لونه اسود، قلت له يا عم ما الحديد لونه جراي، لما بنسخنه قوي بيبقى لونه احمر. اي حاجه في الدنيا لما بتسخن قوي بيتحول لونها الاحمر، الازاز بيتحول لونه احمر اما بيسخن. فكلمه ريد هوت دي معناها ان هو محمر من كتر السخونه يعني. والماس بتاعه 2 جرام. بيقول لي what is the color and the mass of the solid remaining at the end of the reaction. لو تفتكر الرياكشن اللي كانت بتتم ما بين الهيدروجين والكبر اوكسايد، ودي كانت الاكسبيرمنت اللي عندي. الهيدروجين كان بياخد الاو وكان بيطلعوا H2O، والكبر كان بيطلع كبر، هنا 2 H فكنا بنحط هنا بالانس 2. الراجل بيقول لي خد بالك ان الراجل ده تمام الماس بتاعه 2 جرام. طيب هو بيسألني
على الماس بتاع السوليد اللي هيطلع لي. الووتر كانت بتبقى طالعه من هنا فيبور، والكبر هو اللي كان بيكون سوليد. تمام. فالكبر لونه ايه؟ الكبر لونه ريد. تمام. فبالتالي كلر الحاجه السوليد اللي متبقيه مش بلاك، هو الكلر بتاعها ريد. طيب يا ترى الماس بتاعها هيبقى ازيد من 2 ولا اقل من 2؟ قال لي يا مستر الكبر هنا كان هو والاكسجين الاتنين على بعض وزنهم كام؟ 2. انا هدي دلوقتي الهيدروجين الاكسجين، صح؟ يبقى معنى كده يا مستر ان الكبر لوحده الماس بتاعه يبقى ايه؟ ازيد من الاتنين؟ لا طبعا اقل. انت لو جيت تبص باعتبار ان الحته دي هي الحته بتاعت الاكسجين والحته دي بتاعت الكبر، الحته بتاعت الاكسجين مثلا وزنها 1 والحته بتاعت الكبر وزنها 1. انا هشيل الحته بتاعت الاكسجين. تمام. انا هشيل الحته بتاعت مين؟ الاكسجين، وهسيب الحته بتاعت الكبر. يبقى حته الاكسجين اللي كانت هنا انا شلتها. تمام. الجزء اللي هنا كان بتاع الاكسجين ده احنا خسرناه، اللي هو ال1 جرام. يبقى معنى كده ان الكبر لوحده هيكون كام؟ 1 جرام. يبقى انا خسرت الحته دي، فبالتالي الحاجه اللي متبقيه هتكون لزان ال2، هتكون اقل من الاتنين. يبقى بالتالي الاجابه هنا تكون الاجابه سي. السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite figure illustrate the process of y passing the gas x. illustrate the process. كلمة y دي غلط هنا. illustrate the process of passing the gas x on the solid substance y which is heated till redness، لحد ما سخنته لحد لما احمر. وبيقول لي انت موجود عندك هنا clear lime water. فالكلير لايم ووتر لو تفتكر كانت بتعمل ديتكت للكربون دايوكسيد. تمام. فانا هنا في جاز انا هعديه، الجاز ده هيعدي على الحاجه اللي هنا عشان تطلع لي من هنا كربون دايوكسيد. يبقى معنى كده يا مستر لو فاكر الاكسبيرمنت اكيد الحاجه اللي انا حاططها هنا دي هي الكبر اوكسيد. ليه؟ عشان الكبر اوكسيد يديني الاكسجين اتحول ابقى كربون دايوكسيد. يبقى معنى كده ان انا مدخل من هنا كربون، يبقى انا مدخل كربون ياخد الاكسجين يتحول يبقى كربون دايوكسيد. قال لي بس في مشكله. ايه المشكله؟ ان هو بيقول لك باي بوزنج ذا جاز اكس. الكربون لوحده، الكربون لوحده سوليد، فمعنى كده انت مش معدي من هنا كربون، ما انا لازم ابقى معدي من هنا جاز. طب يبقى يا مستر انا معدي سي او 2. قال لي ما هو انت لو مدخل من هنا سي او 2 يبقى انت مش محتاج الراجل ده. ليه؟ عشان السي او 2 يدخل يروح على اللايم ووتر على طول. طب امال ابقى معدي ايه؟ قال لي تبقى معدي حاجه يا مستر جاز في سي ومحتاج من هنا او. فمين الجاز اللي فيه سي ومحتاج من هنا او؟ قال لي تعالى نبص على الاختيارات مع بعض. هو بيقول لي ان انت هتعدي الجاز سي او 2. غلط. ليه؟ ما هو انا لو معدي سي او 2 من هنا يبقى انا مش محتاج الجزء اللي في النص. طب سي او وارد. ما هو انا لو معدي من هنا سي او، السي او ياخد من السي يو او اكسجين ويتحول يبقى سي او 2 فيعدي في اللايم ووتر، فانا موافق. طيب سي او 2 لا، سي او موافق. طيب تعال نبص هنا. واي مين؟ واي هو السي يو او، الراجل اللي بيديني اكسجين. بيقول لي واي سي غلط، واي سي غلط، واي سي يو او صح، واي سي يو او صح. طيب انا استبعدت الاجابه اوريدي سي. الاجابه الوحيده اللي تمشي معايا هي دي. طب ما تمشيش معاك الاجابه دي؟ لا دي غلط عشان ده ودي غلط عشان الاثنين غلط، يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع هي دي. طب بس دي مش الاكسبيرمنت بتاعتي. قال لي ايه المشكله اما تفكر ان انت هنا يا مستر مين الجاز اللي بيتعرف عليه اللايم ووتر؟ سي او 2. يبقى معنى كده يا مستر ان انا هعدي حاجه من هنا تتفاعل مع الراجل ده تتحول تكون سي او 2. طيب يبقى انا لازم اكون مدخل حاجه من هنا فيها سي، ومش بس كده ده انا هاخد منه او، فما ينفعش اكون معدي سي او 2. فبالتالي يا مستر الحاجه الوحيده اللي نفعت كانت السي او. سؤال بقى كده يا شباب بيقول لي the figure shows a process of passing a current of water vapor on red hot iron fillings. بيدخل من هنا water vapor اللي هي ال H2O بتعدي على red hot iron fillings اللي هي ال Fe. بعد كده and the gas أو the produced gas on copper oxide. هيحصل هنا reaction، الرياكشن دي هتطلع جاز معين، الجاز المعين ده هيروح يعدي على مين؟ على الكبر اوكسيد. تعال نشوف كده الموضوع اللي هيحصل لما ال H2O يعدي على ال Fe. قال لي والله يا مستر ال Fe لما يعدي عليه ال H2O ونكون انا وانت بنسخن والهيت موجوده هنا وكاتب ايه اللي يحصل؟ قال لي اوف ده مش اورجانيك. ايوه ده شابتر كام؟ شابتر 1. طب مين يفكرني كده كنا بنقول هنا ايه؟ قال لي والله يا مستر كنا بنقول ان الاف اي والاو بيحصل ما بينهم ميكس، فبيدوني الميكس بتاعهم اللي هو ميكتشر ايرون اوكسايد اللي هو كان اف اي 3 و4. مش بس كده
ده انا وانت كنا بنخبي الهيدروجين، لو تفتكر كنا بنخبي الهيدروجين بايدينا ونقول الاف اي مع الاو ده الميكس. طب واما تشيل ايدك باقي كده ايه؟ باقي الهيدروجين، فكنت انا وانت بنطلع هنا الهيدروجين. نعمل كده البالانس يا مستر، 3 اف اي نحط هنا 3، 4 او فنحط هنا 4، فهنحط هنا 4. يبقى البريديوسد جاز عندي ايه؟ هو هيدروجين جاز. يبقى الهيدروجين جاز ده هو اللي هيروح يعدي دلوقتي هنا، يبقى انا طلع من الحوار ده هيدروجين. الهيدروجين يعدي يروح لمين؟ للكبر اوكسايد، يبقى انا هيطلع عندي هيدروجين. الهيدروجين يروح يتفاعل مع الكبر اوكسايد اللي بعمل له هيت. نفس الفكره بتاعت الاكسبيرمنت، ان الاتش هتاخد الاو، الاتش بتاخد الاو بتطلع H2O اللي هو الووتر فيبور. باقي عندي ايه يا مستر؟ باقي عندي كبر. باقي عندي مين؟ كبر اللي هو الكبر سوليد. فهو السؤال بيقول لي which of the following substance is not produced from the previous reaction. ايه الحاجه اللي ما طلعتش؟ اول حاجه بيقول لي كبر. تعال نبص على البرودكت، ده كبر، طب ده كبر، طب ده كبر، طب ده كبر، ده كبر. يبقى في كبر طلع من الاثنين رياكشنز اللي حصلوا. ماجنتيك ايرون اوكسايد، ماجنتيك ايرون اوكسايد، ايوه انا ماجنتيك ايرون اوكسايد، يبقى ده طلع. اكسجين، انت اكسجين 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 اكسجين، ما طلعش اكسجين. ووتر فيبور، ووتر فيبور، ووتر فيبور، ووتر فيبور، ايوه انا ووتر فيبور، يبقى طلع عندي ماجنتيك ايرون اوكسايد ووتر فيبور وكبر. دول حاجات طلعوا عندنا، يبقى A وB ودي صح، لكن الحاجه الوحيده اللي ما طلعتش هي اكسجين جاز. السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following can describe the arrangement of carbon atoms in the compound whose chemical formula C5H12. ال C5H12 ده ممكن ارتب الكربونز ازاي؟ قال لي والله ممكن اخليها continuous chain، يعني الخمسة كربون بالمنظر ده. عشان الراجل ده الكين، عرفت منين؟ عشان اكبر من الدبل، دي 5 ودي كام؟ 12. ببص على عدد الاتشات، لو عدد الاتشات اكبر من الدبل، هو دبل الخمسة كام؟ 10، يبقى معنى كده اكبر من الدبل، يبقى الراجل ده الكين. فكل البونص الموجوده سنجل، فالمنظر ممكن يكون كده. من شويه انا وانت خدنا الطرف خليناه برانش، فتعالى ناخد الطرف نخليه برانش، نحطها هنا مثلا. تمام؟ فينفع يكون كونتينوس وينفع يكون برانش. طب ينفع يكون سايكل؟ تعالى نجرب. ادي 5 سيهات، 1 2 3 4 5، كده 5 سيهات. الراجل ده يبقى معاه 2 اتش عشان باقي له 2، وده 2 وده 2 وده 2 وده 2. فلما اجي اكتب هكتب C5H10. هما كام اتش؟ 12. يبقى مش هعرف اعمله سايكليك. خلاص، يبقى فكرة السايكليك فشلت. يبقى ممكن يكون كونتينوس، ممكن يكون برانشد، بس مستحيل يكون سايكليك. يبقى الإجابة تكون دي. بيقول لي the hydrocarbon whose molecular formula C5H12. الراجل ده يعتبر ايه؟ مستر كام سي؟ 5. الدبل بتاع الخمسة كام؟ 10. ده أكبر من الدبل، يبقى الراجل ده الكين. بيقول لي ان الكين صح، اسايكلو الكين غلط، الكاين غلط، unsaturated غلط. يبقى الإجابة الصح إن الراجل ده إيه؟ الكين. لا unsaturated دي إجابة غلط يا شباب، هي الإجابة هنا المفروض تكون الكين. بس أنا أعتقد إن الإجابة أو السؤال ده في الكتاب بتاعنا مش C5H12، هي ممكن تكون C5H10 مثلا. فهي لو C5H10 فبتساوي الدبل، فبتساوي الدبل دي معناها الكين، والالكين دي معناها ان انا unsaturated. تمام؟ عشان ما فيش ولا اجابه، ده الكين غلط، ده سايكلو الكين غلط، ده الكين غلط، لكن هي هنا ايه؟ unsaturated. مش يعني هتاكد كده واكتب لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو يعني. بس على اللي موجود قدامنا، يعني على الكلام اللي موجود قدامنا C5H12 لا، يبقى الاختيار يكون ايه؟ الكين. تمام؟ بغض النظر السؤال مكتوب ازاي، مكتوب ازاي في الكتاب يعني. فC5H12 لا، ده كده اكبر من الدبل، يبقى ده الكين. تمام؟ Which of the following chemical formula represent a saturated heterocycle compound؟ أنا بتكلم على saturated heterocyclic. طيب عشان أبص على الهيتروسايكليك compounds فأنا لازم أرسمهم. تمام؟ فهم كلهم بيتكونوا من كام سي؟ 5 سيهات، وفي معايا ان. فأنا وأنت لازم نروح نرسم الحاجة السايكليك اللي فيها 5 سيهات وان. فأدي كده 1 2 3 4 5، أدي كده الخمس سيهات، ونحط أنا وأنت الان ونوصلها بيهم. كده انا رسمت الحاجه السايكل اللي فيها 5 سيات وان، واحط الاتشات. السي معاها 2 باقي لها 2، السي معاها 2 باقي لها 2، السي معاها 2 باقي لها 2، الان معاها 2 باقي لها 1، السي معاها 2 باقي لها 2، السي معاها 2 باقي لها 2. فبالتالي لما اجي اعد الاتشات، كل البندات الفاضيه دي اتشات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى معنى كده انا 5 سيهات و11 اتش وان واحده.
يبقى C5H11N اللي هي الإجابة B، اللي هي الإجابة مين؟ B. بعد كده the isomers of saturated hydrocarbon arrays from. عشان أعمل isomers كنا بنعمل إيه؟ changing the valence of carbon، بنغير عدد الدراعات بتاعة الكربون؟ لأ. ليه يا مستر؟ قال لي مستر أنت بتقول saturated صح؟ فلازم الكربونز تكون كل البونز اللي موجودة حواليها سنجل، فما ينفعش أخلي البوند مثلا تكون دبل، لأ كده أنا بعمل حاجة غلط. فما ينفعش نغير عدد الفالنسي، ما ينفعش نخلي أو مثلا نخلي والله إن الكربونز عندهم 3، لا 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 ما ينفعش. تمام، يبقى ما ينفعش العب في البونز. تمام، بما انك بتحدد كلمه ساتوريتد فلازم البونز كلها تكون سنجل. changing the ratio of the elements in the compound. هغير انا وانت ratios. ما هغير الريشيوز ازاي يا مستر؟ اذا كان الايزوميريزم معناها ان احنا يكون عندنا نفس المولكيولر فورمولا، فما ينفعش اغير عدد الاتومز. ما هو تغير الريشيو دي مثلا يبقى انا C5H10 واخليها مثلا C5H مثلا 8، ان انت بتغير الريشيو. هنا الريشيو 1 to 2 تخليها 1 مثلا ل 1.5. ما ينفعش ومش بدماغنا. تمام، فان انا غيرت الريشيو يبقى غيرت مولكيولر فورمولا، فالكلام ده غلط. forming branches out of the chain of carbon. ايوه يا مستر، خلي الطرف برانش، ما هي دي الرول، يبقى الكلام ده صح. forming double bonds. ما ينفعش دبل بوند وانت بتقول كلمه saturated، يبقى الاجابه الوحيده اللي صح هي الاجابه C. كده يا شباب نكون خلصنا الهوم ورك الاولاني بتاع ليسون 1. تمام، في شويه اسئله على الايزوميريزم اللي احنا هنتكلم فيها باذن الله في الليسون اللي جاي اللي هو ليسون 2، اللي هو مهم جدا عشان فيه التسميه بتاعه الكربونز. اشوفكم على خير يا شباب ان شاء الله. باي باي.